اخبار مية مية في الكرة المصرية، فضلا وليس امرا. ندعمني باللايك وبالمتابعة ويلا بينا. في البداية يا صديقي مفيش يعقوبه في الاهلي، لان لما كشفوا عليه وكشفوا على الاربطة بتاع الركبة بتاعته زي ما قلت لك قبل كده، لقوا ان هو ممكن يستقبل الاصابات بسهولة جدا زي بيرسي تاو. والاهلي حب ياخد اعاره يا صديقي، والنادي ما وافقش غير برقم كبير، والاهلي اتسحب من الصفقه رسميا. وحاليا دلوقتي امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي بيفاوض 2 لعيبه، وكابتن محمود الخطيب بيحاول يجيب جون ابوكا من سيراميكا كليوباترا للنادي الاهلي. كريستو اجتاز الكشف الطبي يا صديقي، وخلاص نزل تدريبات النادي الاهلي وبقى جاهز للنادي الاهلي، وفي انتظار البطاقه الدوليه توصل. اما مروان عطيه بنسبه 95% في النادي الاهلي، وكابتن محمود الخطيب خلص مع الحاج محمد مصلحي وكل حاجه. ما فاضلش دلوقتي غير اللاعب اللي هيروح. فيوتشر طالب محمد محمود، والاتحاد السكندري طالب محمد محمود، ومحمد محمود بيفضل فيوتشر عن الاتحاد السكندري. اما بالنسبه للكلام اللي قاله رئيس نادي الزمالك عن فتوح وعن عبد الله جمعه، انا ما اعرفش اللعيبه دي رجعت وعملت فيديو